السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صاحبة القصة بتقول: انا وجوز صاحبتي بعد ما جو في العمارة لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم، بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. وهنبدأ القصة. صاحبة القصة بتقول: أنا عندي 20 سنة، متجوزة بقالي 3 سنين. للأسف إن جوزي بسبب الحالة المادية ما عوقش معايا وسافر، وأنا حملت قبل ما يسافر، وربنا رزقني ببنوتة. أنا عايشة لوحدي، ما معيش حد عايش معايا. بيت أهل جوزي بعيد عني، وماما برضها بعيدة عني، وانا كنت بروح يعني من الجمعة للجمعة كده، كنت بروح عند ماما اقعد يوم يومين واجيب بنتي وارجع تاني شقتي. العمارة اللي انا ساكنة فيها بصراحة ما كانش فيها سكان كتيرة، مع انها عمارة كبيرة، ولكن السكان كانوا فيها لسه قليلين. كان عندي صاحبتي دي كانت صاحبتي من الاعدادي، انا وهي كنا مع بعض اصحاب. صاحبتي اتجوزت هي كمان، واتجوزت في بيت عيلة، وما كانش مستريحة مع حماتها وسلايفها. فقعدت تقولي: لو في شقة جنبيكي شوفيها لي وهاجي جنبيكي، عشان انا مش مستريحة، وكل يوم خناق انا وجوزي بسبب حماتي وسلايفي وكده، واحنا عايزين نطلع برا بيت العيلة. قلت لها خلاص. جيت شفت البواب اللي هو كان بتاع العمارة اللي انا فيها، قلت له: فيه شقق فاضية للبيع؟ قال لي فيه. قلت له: خلاص. طيب فيه حد عايز يجي يشتري شقة، وعايز طبعا هيجي يتفرج عليها الاول وكده. رنيت عليها قلت لها: خلاص يا بنتي، فيه على فكرة، وتعالي هاتي جوزك وتعالي اتفرجي على الشقة. انا كنت ساكنة في الدور الثامن، والشقة اللي كانت فاضية دي كانت في الدور الرابع. قالت لي: خلاص، انا هقول لجوزي، ومش هنجيب سيرة قدام اهل جوزي، وهجيبه وهاجي بالعربية نتفرج عليها كده. هنقول ان احنا ماشيين عند واحدة صاحبتي، يعني هنقول ان احنا جايين عندك. قلت لها: خلاص، وانا في انتظاركم. طبعا دي صاحبتي وجاية هي وجوزها. رحت جهزت عشا كويس ومشاريب كويسة بصراحة وكده وفعلا جت هي وجوزها. جوزها كان عنده عربية، جت هي وجوزها بالعربية، وما كانوش لسه خلفوا، يعني ما كانش معاها اولاد. وجو عندي الاول وتعشوا عندي وقعدوا، وبعدين اتصلت على البواب وخليته ونزلت معاهم وشفنا الشقة. والشقة كانت كويسة جدا وعجبتهم، وكانوا طايرين بيها. يعني هم مرة واحدة شافوها ومضى العقد وخدت الشقة وقالوا خلاص. وجت قالت: خلاص احنا يعني هنعزل وهنيجي بقى هنا جنبيكي. فعلا راحوا عزلوا وجو قعدوا في العمارة اللي انا فيها. بصراحة جوزها ده يعني مش عايزة اقول لكم، كان زي العسل. خلاص عاشوا، وانا كنت بنزل عندها وهي تطلع عندي وكده. جيت كنت بسمع صوت صاحبتي دي هي وجوزها. المهم ما كنتش مأكدة انهم هم إن يعني هيكونوا هم. فانا قلت اول ما سمعت الصوت حطيت الموبايل في الثبت، وجيت نزلته بالحبل لحد الشباك بتاع اوضه نومهم، وانا ماسكه الموبايل واقفه وحطيته يسجل. واول فعلا ما خلاص الصوت ما بقتش سامعاه، رفعت الثبت
وشديته بالموبايل وسمعت فعلا واتأكدت انها صوتها هي وجوزها. بصراحة انشغلت اكتر، زي ما قلتلكم انا سابني جوزي وانا لسه يعتبر عروسة وسافر، فانا بقى في احتياج جوزي وفي نفس الوقت مش لاقياه. المهم ايه، انا حطيت جوز صاحبتي دي في دماغي وقلت خلاص. بصراحة يعني مش عايزة اقول لكم، انتوا يعتبر عرفتوا. جيت في يوم من الايام، جيت نزلت لها وقلت لها على فكرة ايه، هي بقى مش مدية فرصة ان انا اتقابل على جوزها. يعني كل ما اتكلم معاها ابقى عندها تقول لي ايه، ده على فكرة ده حازم جاي دلوقتي، ده حازم قدامه 5 دقايق وهيطلع، ده مش عارفة ايه، عشان انا اقوم اروح. فعلا اقوم اروح اطلع يعني شقتي واسيبها. لحد ما جيت قلت لها ايه، على فكرة انا بروح للدكتور كل خميس، علشان ايه، انا بعمل جلسات ومعلش خلي ممكن جوزك يجي يوصلني بالعربية. قالت لي خلاص ماشي ما فيهاش حاجة. قلت لها احنا مش بنأخر ولا حاجة. قالت لي خلاص يا ستي ماشي. فعلا جه وصلني بالعربية للدكتور. بصراحة ايه، بقيت ابصله وبقت يبصلي. جيت المهم قلت له طب انا عايزة رقمك. قال لي خلاص ورقمي اهو. راح عطيني ايه، عطاني الرقم وقال لي انا تحت امرك، اي ما تعوزي حاجة انا تحت امرك. قلت له خلاص ماشي. جيت ايه، بقيت ارن عليه واكلمه. جه قال لي انت بترني عليا ليه، انت عايزه حاجه مني؟ قلت له بصراحه انت عجبتني. قال لي وانت كمان. قلت له بجد؟ قال لي اه. انا بصراحه وانت راكبه معايا في العربيه انا ما شلتش عينيا عنك، يمكن انت لاحظتي. قلت له فعلا. قال لي طب انت عايزه ايه كده؟ قلت له بصراحه عايزاك تيجي عندي. قال لي عايزاني اجي عندك؟ قلت له اه. فبعدين جوز صاحبتي ايه، قال لي طب انتي عايزه ايه؟ قلت له معلش انا عايزاك، انا بسمعك انت وصاحبتي ديدي وبتمنى انك انت تكون ايه، تكون معايا وتيجي عندي. قال لي خلاص ماشي. بس قلت له، قال لي امتى؟ قلت له خلاص، قلت له مش عارفه، شوف انت حدد انت، لو حتى من بكره ماشي. قال لي لا ده انا لازم اخد اجازه من الشغل وكده. فعلا راح خد اجازة وبعت لي رسالة وقال لي ايه، قال لي انا خدت اجازة وانت انزلي لمراتي وقولي لها انك انت ماشية عند والدتك عشان والدتك تعبانة وهتغيبي يومين، وانا هاخد الاجازة وهاجي ايه اقضي ايه اليوم عندك. فعلا انا نزلت ايه لصاحبتي دي وقلت لها على فكرة ده انا هروح عند ماما عشان ماما تعبانة وكده وهروح اقضي معاها يومين. قالت لي خلاص ماشي. هو خد الاجازة وراح ايه، هو معاه عربية. طبعا مرضيش يجيب بقى العربية ويوقفها تحت البيت، ما هي هتشوف العربية. ساب العربية في مكان تاني وجاني بقى هو، رن عليا وقال لي افتحي باب الشقة علشان انا ايه خلاص على الباب. فتحت فعلا باب الشقة وهو دخل وجه، قضى اليوم كله معايا. بصراحة احلى يوم في حياتي قضيته انا وجوز صاحبتي دي. كان كويس جدا معايا وبصراحة مش عايزة اقول لكم، يعتبر انتوا عرفتوا كل حاجة. الحلو كله انا شفته معاه. زي ما قلت لكم انا جوزي يعني سافر، يعتبر دلوقتي مسافر بقاله اكتر من 3 سنين ومرجعش. بيبعت لي فلوس لكن رجوع لسه مرجعش، وانا متجوزة صغيرة. واللي جربت بقى الجواز وعرفت وكده ومعلش زي ما قلت لكم بقى، لما شفت بقى صاحبتي دي وجوزها ولقيتهم كويسين مع بعض وكده وبسمعهم، فبصراحة يعني مش عايزة اقول لكم. جيت في يوم من الايام لقيته بيرن عليا وبيقول لي على فكرة فيه مفاجأة حلوة لينا احنا الاتنين. قلت له ايه؟ قول لي. قال لي على فكرة مراتي طلعت حامل وهتمشي تقعد عند مامتها علشان تعبانة، فهتروح تقعد عند مامتها عشان مامتها ايه تاخد بالها منها. قلت وانا كده ايه هبقى اقضي بقى معاكي وقت حلو ووقت طويل. قلت له خلاص ماشي. فعلا فرحنا بحمل مراته انها تمشي عند مامتها انا وهو. وكان بيجي بقى عندي على طول. بصراحة انا وهو دلوقتي مع بعض بقالنا حوالي سنة. بيجي عندي يمكن كل ليلة او كل ليلتين، بيجي يقضي معايا وقت طويل وبيمشي.
وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. خايفة اقوله طلق مراتك وانا كمان اتطلق من جوزي واتجوزه، يبقى انا كده خربت على صاحبتي، ودي كانت صاحبة عمري. وسواعي بزعل على جوزي ان انا يعني بعمل كده من يعني بخون جوزي. فانا دلوقتي مش عارفة ايه، بس كان غصب عني اني انا اعمل كده من غياب جوزي عني ومن احتياجاتي، وفي نفس الوقت ان انا صغيرة واتجوزت صغيرة ومش عارفة دلوقتي اعمل ايه. وغياب جوزي بصراحة كان غصبا عنه، يعني ما كانش برغبته، علشان الحياة وضغوط الحياة. فانا دلوقتي بصراحة مش عارفة اتصرف ازاي. دي كانت قصتي النهاردة. لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة. كل يوم بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.